المختصر الرياضي. مرحبا بكم. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعيين الإطار الوطني محمد وهبي مدربا للمنتخب الوطني الأول، خلاف الوليد الركراكي مع تعزيز الطاقم التقني بالبرتغالي جواو ساكارامينتو صاحب تجارب سابقة في أندية أوروبية كبرى أبرزها باي سان جيرمان وروما الإيطالي. وفي سياق متصل نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حفلا لتكريم الناخب الوطني السابق وليد الركراكي تقديرا لما قدموا للمنتخب الوطني، وعلى رأسه الإنجاز التاريخي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وعقب الإعلان الرسمي عن نهاية مهام وليد الركراكي على رأس العارضة التقنية للمنتخب الوطني، حرص عدد من اللاعبين المغاربة على توديعه عبر الرسائل المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في مقدمتهم أشرف حكيمي، غومان سايس، نايف أكرد وياسين بونو، الذين أشادوا بكل ما قدمه وليد الركراكي للمنتخب الوطني خلال فترة إشرافه. وفي أخبار البطولة الوطنية، تنطلق اليوم الجولة ال15 بالديربي الرباط الذي يجمع الاتحاد يعقوب المنصور والفتح الرباطي في مواجهة بطبع مصيري في سباق تفادي الهبوط، إذ يبحث الفريقان عن نقاط ثمينة للابتعاد عن منطقة الخطر. من جهة أخرى، يستقبل النادي المكناسي اتحاد طنجة في مواجهة يسعى فيها الفريق الطنجاوي إلى تصحيح نتائجه بعد اكتفائه بنقطتين فقط في آخر 5 مباريات، فيما يطمح الكوديم لتحقيق فوزه السادس هذا الموسم وتعزيز موقعه في جدول الترتيب. وفي تصريح له عاد الدولي المغربي السابق غومان سايس للحديث عن ضربة الجزاء التي أهدرها إبراهيم دياز في نهائي كأس إفريقيا أمام السنغال، معتبرا أن تسديدها على طريقة بانينكا في تلك اللحظة الحاسمة كان مخاطرة كبيرة، مؤكدا أن إذاعتها تبقى جزء من كرة القدم وأن اللاعب لم يتعمد تضييعها. وفي خبر آخر، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل نهائيات كأس إفريقيا للسيدات التي ستستضيفها المملكة المغربية في الفترة الممتدة ما بين 25 يوليو و 16 أغسطس 2026، بعد أن كانت مقررة ما بين 17 مارس و 3 أبريل.